في يوم كده وانت قاعد ولا بيك ولا عليك قاعد بتفكر في الدنيا وبتسأل نفسك تطلب سندوتش شاورما ولا تكتفي بسندوتش جبنة عشان احوالك المادية ما تتدهورش اكتر ما هي متدهورة. بص على موبايلك تلاقي نوتيفيكيشن جايلك من الواتس بتقول لك يو ماي هاف نيو مسجز. الله، يعني انا جالي ولا ما جاليش؟ ده وقت ماي ومايت وفيرب تو بي وتتجنن بقى. ما هو طب مين اللي بعت الرسالة؟ طب يا ترى ده ايه محتوى الرسالة دي؟ يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ طب يعني المدير مثلا عامل لي مفاجأة بمناسبة اخر السنة وهيمضينا على الاستقالة، ولا خالك عرفات تعبان ومحجوز في المستشفى بتاعت المصريين. تحاول تفتح وتلاقي مفيش حاجه بتحمل. طب انت دلوقتي قلت لي ان في رساله جايه، اروح اشوفها على الميكرويف؟ مش مفهوم برضه. دي بقى مشكله الشبكه يا معلم، النت مش كويس فالواتساب مش قادر يحمل الرسائل، وعشان كده بعت يقول لك ان في رساله جت بس انا مش عارف اجيبها لك، مش عارف اقول لك هي ايه، انا مش عارف، انا مش قادر. فيجي على بالك سؤال، هي ليه مصر ما فيهاش 5G لغايه دلوقتي؟ ما كانتش هتظهر لك النوتيفيكيشن المستفزه اللي بتصير في دولك على الفاضي دي؟ احنا كلنا عارفين شبكات ال 4G وان هي جت في مصر في 2017، ويمكن لما بتبص لورا مش بتحس بالفرق قوي، بتحس ان كده كده الشبكات تغطيتها هي وسرعتها مش الخارقه قوي يعني. بس لا صدقني، ال 4G فرق كتير عن ال 3G معانا. سرعات ال 4G عملت فرق كبير لانها خلت مثلا امكانيه انك تشوف لايف ستريم او انك تعمل لايف ستريم في الشارع ده حاجه عاديه. دي كانت حاجه مستحيله تقريبا ايام ال 3G اللي كانت يا دوب تشغل لك فيديوهات يوتيوب لو الشبكه كويسه. بس عدت الايام، اتطورنا شويه عن كده وجينا في 2019 بدانا نسمع عن ال 5G. وال 5G كانت رؤيته ان النقله بتاعته مش هتكون النقله البسيطه بتاعت النت اسرع دي، لا تاثيره اكتر من كده بكتير، او يمكن ده اللي احنا سمعناه عنه بسبب التسويق ليه. فقالك مثلا ان ال 5G ده ممكن ينقذ حياه بني ادم، بان مثلا دكتور يعمل عمليه لواحد في بلد تانية عن طريق اتصاله بايد صناعيه تخليه يعمل العمليه بدقه عن بعد. وقالك ده ممكن يخلي العربيات ذاتيه القياده تتواصل مع بعض لحظه بلحظه وتقلل احتماليه الحوادث للصفر. بس احنا داخلين على 2023 دلوقتي وده لسه مش الوضع، يعني ما سمعناش عن التاثير الفوري لل 5G، رغم ان المصريه للاتصالات اعلنت عن تعاونها مع نوكيا في 2019 عشان يعملوا تجارب عشان ال 5G ينزل مصر، لكن لحد دلوقتي تقريبا ما حصلش اي حاجه. فليه ال 5G مش في مصر؟ ليه ال 5G مش منتشر اساسا؟ فده موضوع حلقتنا النهارده. في البدايه محتاج اعرفك ان ال 5G سرعته عاليه جدا وتعتبر خارقه بالنسبه لمقاييس دلوقتي. يعني فيرايزون في امريكا دعمت ال 5G في شويه مناطق عشان يجربوه والناس جربته، بيعدي ال 1 جيجا بت تحميل في الثانيه وبيوصل ل 2 جيجا بت. واخد بالك؟ جيجا، يعني انا لو سالتك دلوقتي النت عندك سرعته كام في بيتك هتقول لي 30 ميجا مثلا، وهتبقى حامد ربنا وبايس ايدك وش وظهر ومبسوط جدا. بس انك تسمع جيجا دي جديده علينا، مبالغ فيها بالنسبه للمقاييس بتاعت دلوقتي برضه. بس قشطه، يعني المفروض ان احنا بنكسر حواجز السرعه علشان نكسر حواجز الامكانيات اللي نقدر نعمل منها بعدين ميتافيرس وما ميتا ما فيرسش. بس خد بالك بقى ان ال 5G نوعين، واحد 5G عادي والتاني بيسموه الملي متر ويف. ده اللي هو طول موجه التردد بتاعه صغيره جدا وسريعه، عشان كده على قد ما الملي متر ويف دي سرعتها جباره والشركات بتبقى مبسوطه قوي بالارقام اللي على الورق دي، الا انه بيكون سريع قوي في اوقات قليله جدا. في اغلب الظروف بيكون بطيء جدا، بيتاثر حتى بالحيطان والاشجار، حتى لما الدنيا بتمطر حسب كلام شويه ناس. تكون انت واقف قدام برج بتاعه وسرعته لقطه عندك عاليه قوي والجيجا وبتاع، بس تيجي بعد شويه تلاقي السرعه بتنزل ل 300 ميجا، ولما بتبعد قوي ممكن يقطع الاتصال خالص، ودي مشكلته. ابراج ال 4G بقى بتقدر تبعت بيانات لاجهزه على بعد 16 كيلو متر، اما ال 5G الملي متر ويف بتبعت اخرها 300 متر بس. يعني انت ممكن تكون منطقتك بالكامل ما فيهاش برج شبكه 4G، لكن مع ال 5G انت هتحتاج تركب في كل شبر معدات اتصالات. كل ما تمشي شويه هتلاقي معدات اتصالات متركبه فوق العواميد فوق المباني، هيبقى بدل اطباق الدش. طب هو ليه ال 5G مش قوي من حيث التغطيه؟ ده بسبب ان الموجات بتبقى قصيره، ما بين 1 ملم ل 10 ملم، فالمدى بتاعها بيكون قصير، وقصر الموجه ده هو اللي بيخلي النت سريع، لانها كده بتقدر تضغط الموجات فتقوم تبعت موجات اكتر في وقت اقل، وده يعني بيانات اكتر توصل لموبايلك او ايا كان الجهاز اللي انت بتستخدمه. يعني هو فعليا انت مسكت موجات الشبكه العاديه جدا زي ال 4G وقمت كابسها كده عشان تكون اسرع في الارسال للمناطق القريبه. هو ده ال 5G، وده بقى اللي بيعمل المشكله. ما هو كده الشركات هتحتاج تدفع كتير جدا عشان تخلي ال 5G متوفر في دوله كامله حتى لو قللوا سرعته شويه. فما بالك مصر هتعمل ايه؟ لان الموضوع ده زي ما قلت لك هيبقى مكلف جدا، وهي
يحتاج شغل كتير جدا عشان ينشروا المعدات دي في كل منطقه في مصر. فهل بقى في الاخر ممكن نشوف وصلة ال5G دي عندنا في مصر؟ والله بص يا صاحبي، احنا من بعد ما شفنا ازمه الكورونا ومحدش كان شاغل باله، دلوقتي بقينا داخلين على ركود اقتصادي على مستوى العالم ومفيش حد مستحمل يصرف مليم. فما تتوقعش ان ال5G يكمل رحلته في الانتشار باي شكل سواء جوه مصر او حتى بره مصر. محدش مهتم اساسا، واصلا مش مستاهل قوي يعني احلام نومه العصريه بتاعت ان الدكتور يعمل عمليه عن بعد وعربيات تتوصل ببعض في شبكه عشان القياده الذاتيه والحوارات دي فاكسه قوي بالنسبه لوضع التكنولوجيا دي حاليا. هي غير مستقره وغير متطوره اصلا، ويعني وكفاءتها على باب الله. فده يخلي ال5G حتى ملوش اي ضروره دلوقتي. في حاجات تانية تستاهل التركيز عليها اكتر. يعني في مصر مثلا انا شايف ان واحده من اهم الحاجات الجهاز تنظيم الاتصالات شغال عليها دلوقتي هو دعم الاي سيم او الامبيدد سيم. دي حاجه انا بتمناها من 2015 انها تكون موجوده عندنا، وهي اننا نفكنا من جو السيم كارد العاديه ونبدا نعتمد على الاي سيم اللي هي شريحه الاتصالات البلت ان او المبنيه في بوردة الجهاز سواء موبايل او ساعه او ايا كان. دي مهمه جدا. اولا بتوفر مساحه جوه الجهاز، ثانيا بتسهل تغيير خطك لو بتغير خطك كتير، ينفع الناس اللي بتسافر بره مثلا، واخيرا يعني كفايه انها بتخلي السمارت ووتش او ساعتك الذكيه تشتغل اتصال، تلقط شبكه وتشغل نت من نفسها وتخليك ترمي موبايلك ورا ظهرك او تفكك من وجع الدماغ والسوشيال ميديا، ويا دوب ساعتك ترد على المكالمات والرسائل. يعني قمه الروقان. وانا بتمنى بجد ان جهاز الاتصالات بتاعنا في مصر يستعجل في الموضوع ده هيكون اهم وحاجه تستاهل. نرجع تاني لموضوع ال5G ونلخص كل القصه دي في 3 اسباب ليه ال5G لسه مش في مصر لحد دلوقتي. اولا التقنيه ضعيفه لان كفاءتها مش عاليه ومش بتقدم سرعه مستقره حاليا. تاني حاجه تكلفه البنيه التحتيه عاليه جدا، لان عشان توصل ال5G على نفس النطاق المتوصل عليه ال4G او حتى قريب منه الموضوع هيكلف اضعاف تكلفه التوصيل بتاعه ال4G، لانك هتحتاج معدات كتير جدا تكون متكدسه في كل مكان عشان تحافظ على ان الشبكه ما تقطعش. تالت حاجه احنا بنحب مصر ومش ال5G اللي هيزعلنا منها. معلومه اخيره بقى عشان لو بتتفرج علينا من المستقبل لما شبكه الجيل الخامس ان شاء الله يعني توصل عندنا، فهجاوبك على سؤال مهم بيجي في بال الناس حاليا، هو هل ال5G بيضر الناس؟ هل ال5G ممكن يسبب السرطان او يكون سبب في انتشار فيروسات زي كوفيد 19 مثلا زي ما كان طالع عليه الاشاعه دي؟ الاجابه لا. يعني دي حاجة غير علمية نهائيا. ال5G زيه زي أي شبكة لاسلكية تانية، واحنا أصلا بقالنا حوالي 120 سنة بنستخدم التكنولوجيا دي من ساعة ما اخترعوا الراديو. أنت عندك الإلكترومagnetic سبيكتروم، الألوان اللي احنا بنشوفها دي بتبقى موجات ما بين 400 ل 700 نانومتر. اي حاجه تحت ال 400 نانو مضره، لان التعرض للاشعاع بتاعها بشكل مباشر بيسبب تدمير في بعض الخلايا وبيعمل تفاعلات كيميائيه جوه جسمك كده بتضرك. ده حسب كلام دكتور إريك فان رونجن نائب رئيس اللجنه الدوليه للحمايه من الاشعاعات غير المؤينه النون ايونايزنج راديشنز. احنا مش بنستخدم الموجات الضاره دي في الاتصالات، لكن اي طول موجي اعلى من 700 نانومتر يعتبر امان، اللي منهم موجات الراديو اللي بنستخدمها دي عشان الاتصالات. فال5G زي ما قلت لك ما بين 1 ملم ل 10 ملم، فال5G امان. ودي الاجابه لو كان ده سؤالك. والمناسبه اتجرب على حيوانات، اتجرب على فران، اتجرب على حاجات كتيره جدا، مفيش اي حاجه اثرت او تضررت بسبب الموجات بتاعه ال5G. بس كده، ده كل حوار ال5G وقصته في السريع، وانا مستنيك في التعليقات تسالني اي سؤال عنه او حتى اقول يا ترى سرعه النت عندك في منطقتك بتوصل لغايه قد ايه. خلينا نتعجب من الارقام في التعليقات وفوتني بعض.